انا زهقت. خامس مره اصلح الباجي في نفس الاسبوع. وانت مستغرب ليه؟ دي اديله سنين معاك يا سيدوني. كل حاجه ليها عمر افتراضي، وانت المفروض تكون عارف الكلام دي خربان مولي. لا 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 لا، اللي فيه يتصلح يعني يتلم. يعني الحاجات بسيطه. لما اجي امشي بيه مثلا ساعات عايز امشي كده بيحدف مني زي فيل الشطرنج شويه، بس بعرف احوده وارجع تاني. الكرسي مشرشر شويه عايز يتظبط، الكاوتشات عايزه تتغير، وتانك البنزين فيه خرم صغير ممكن نسده بحاجه، بس مش اكتر من كده. وفكرني سايح عايزين نجيب جوينتات. ها انت قلت ايه؟ جوينتات. وانت صوتك يا سيدوني دي فيها قضيه. قضيه ايه؟ ما هو ليجل، الجوينتات بتتباع عادي. الكلام ده في هولندا مش هنا. هولندا ايه؟ ابوك نفسه بيجيب جوينتات، جاب لي انا جوينتات مرتين. حتى لو ابويا عمل كده انت المفروض تركز يا سيدوني، هتدمر صحتك كده. دمرها انا مالي؟ انا ابوك جاب لي جوينتات عشان اديها للباجي. طب يا سيدوني ما تشوف ايه اللي حصل للبادي والطعز دي. خربان من كتر الجوينتات. انا مش فاهمك. انا بجيبها من الراجل كاتب اصلا على المحل بتاعه كده علي للجوينتات. ايه قصدك دوانات؟ ما هي لا مش هي دي هرمفول، دي هيلبفول. انا قصدي على هيلفول. خضار يا سيدوني. خضار ايه؟ خضار هيلبفول. يعني افول الباجي فجل مثلا؟ مش فاهمك. تفول ايه؟ دي تنميه يا سيدوني. هو فاضل في حاجه سليمه؟ ده انت فاضل تقول لي نزرع له كبد. تضحك؟ تسخر مني؟ ايوه بتعمل ايوه؟ تسخر من مشاكل صاحبك؟ عيب يا ابني، ما ينفعش. بيكون عندي مشكله تعاطف معايا، خلي عندك دم. انا اسف بس والله انت اللي بتهزر يا سيدوني. دي المفروض انت تبيعه وتجيب واحد جديد. هو انت فقير يا سيدوني؟ لا طبعا مش فقير. الارض اللي انت واقف عليها دي اصلا نصها ملكي. بس انا يعني لويال وايموشنال، فمرتبط عاطفيا بيه. مرتبط عاطفيا؟ اسمع مني يا سيدوني، انا شايف انك تجيب واحد جديد وتموف اون بيه على القديم. تاني بتتريق تاني وبتهزر وبتضحك يا مريض. عيب، بقول لك عندي مأساة. عيب. ما ترد يا سيدوني. وانت مالك؟ انت مش عايز ارد. رد اللي يكون الفطاطري. انت ناسي ان احنا طالبين بتايز. بتايز؟ انا زهقت والله. انت بتقول بتايز على البيتزا وحزلقوم بيقول لي على البرجر براجر. هو في ايه؟ انا كل ما اقفش سكه في العربي ينزلوا فيرجن جديده ولا فراجن بقى عشان تظبط معاكم. استنى ارد. الو، بتاع البتايز؟ لا واضح ان انتوا كلكم متفقين. لا انت كده ورا الدوار. تعالى قدام الناحيه التانيه، حتى بالاماره هتلاقي شجاير. مش شجاير اسمنت، شجاير جمع شجره. يا سلام، متضايق وانا عديت لك بتايز برضو. سلام. حاجه غريبه يعني. ما تجيب موبايل جديد بدل المدشمل دي. وانت عايز اشتري اي حاجه وخلاص؟ مش هشتري يا سيدي. وانت فقير ولا ايه؟ مش فقير، الدوار ده نصه ملكي. بس انا ايموشنال ومرتبط عاطفيا بالحاجات بتاعتي. هو كمان؟ والبادي عارف الكلام دي ولا انت مخبي عليه؟ واه استنى نسد ودنه عشان دي خيانه. ولا سايكو. انت سايكو يلا. وانا هثبت لك نوع الجوكس السخيفه اللي عمال تلقحها من الصبح لازم يبقى في قدامك جمهور عشان يضحك على اللي انت بتقوله. طالما ما فيش يبقى انت سايكو، بتقول كده عشان تاذيني بس، حتى ما بتاخدش ابريشيشن. ليه يا سيدوني؟ والبادي راح فين؟ احنا لو دورنا البادي دلوقتي هيكركر من الضحك. واه خدت بالك من الدبل مينينج؟ هيكركر عشان عطلان وهيكركر عشان الضحك. طب انا هقول لك على حاجه ليها ور مينينج. انا هقتلك. على فكره دبل مينينج ممكن تقتلني من الضحك. هقتلك من التعب. السلام عليكم يا سجوني. ازيك يا دي هجرس؟ كام الحساب؟ الحساب يبقى 150 جنيه. انت بتهزر؟ هات. ليه؟ انا شايف على المنيو طالب 2 بيتزا ب 80 جنيه. لا 80 جنيه تمن البتايز بس، انما باقي الفلوس بتوع الحاجه دي. عندك شوكه او كوبايه او ورقه نعناع او منديل مبلول. ده مبدئيا فيروس سي،
انت جايب لي فيروس سي في كيس. الشوكه ماشي، يعني ممكن اتخيل احتاجها في ايه، رغم اني طالب بيتزا مش سباجيتي. يعني ممكن مثلا اخد بيها زيتونه واقعه، صرصار هيجي ياكل اقول له عندك، وقفه مثلا. الكوبايه ماشي، هبلع بحاجه، اشرب حاجه بعد الاكل ماشي. المنديل بقى المبلل حضرتك ده منديل ناشف وبتاع حاجه تانية اساسا. كبابجي فرحان ده فين ده حاجه تانية. ما هو انا عبال ما تجيبوا لك مبلول هينشف في الطريق، بالله انت بمعرفتك يا سجني. والنعناع عشان تشرب بيه شاي. وانت مالك؟ ما بحبش اشرب شاي بعد الاكل، بحب اشرب حاجه ساقعه. ارمي ورقه النعناع. ايه اللمضه دي؟ على فكره انا ابتديت افكر فعلا اني هاجر لكوريا. واجرى ايه في البلد؟ والواحد لما يحب يطور من مهنته ويفيد الناس تحبطوه كده، تدوسوا عليه كده. لا ما يقصدش. ولا بلاش صلبطه يلا، ولا ده اسمه نصب يا حبيبي، مش تطوير في المهنه، ده نصب. 70 جنيه اللي انت عايز تضيفهم على الكلام الفاضي ده كنت جبت ب 30 منهم لحم مفرومه زياده على البيتزا، كنت هبقى زبونك على فكره. خلاص المره الجايه بجيب لك، اديني بس الحساب عشان امشي. مش معايا، قصدي مش معايا دلوقتي. بص انا معايا دلوقتي 100 جنيه، تاخدهم والباقي اديهولك على كذا يوم اول ما افضى وكده، ولا تاخد سلايس وتمشي؟ سلايس ايه؟ خلاص يا سيدوني انا هحاسب المره دي. معلش معيش الا درر. ميايه اهي. كتر خيرك يا سي الاستاذ هجرس، كتر خيرك. واي موتوسيكل خلونك. سبحان الله، من يدي هدرس لياس الاستاذ هدرس. الفلوس بتعمل كل حاجه فعلا. ديفنتلي. على راي المثل ماني توكس بولشيت ووكس. ديفنتلي. بس انت عجبتني اونستلي، برافو. ادائك والثقه وانت بتطلع فلوس بنك الحظ دي، الواد صدق ان دولارات بجد. بنك الحظ؟ ما هي دولارات بجد يا سيدوني. اوه ماي جاد، انت جبتهم منين دول يالا؟ سرقت ايه يا سيدوني؟ دي من عرقي وشجاير. عرق ايه يالا؟ ما انا عارف السكيلز اللي عندك. دول هيجوا منين؟ من ولا بعت مساخيط؟ ما فيش حل تالت. في حل تالت يا سيدوني، من التكبيس. استغفر الله العظيم. بتعمل مساج بهابي ميل ايه ومساس ايه؟ بقول لك من التكبيس يا سيدوني. واه استنى فكرتني، انا عندي شغل دلوقتي، تعال اتفرج عليا وهم بيكبسوا لي. لا مش هقدر، انا ما اعرفش ايه اللي انت هتروح تعمله، وكل خيالي بصراحه بيكسل. فانت امشي قدامي وانا هشوفك من بعيد. ماشي. نمشي ونسيب البادي عادي ولا هيزعل؟ ولا بص على المناخير. شكرا يا بسنت، شكرا لكل الدعم. يلا يا جماعه عاوزين ناخد الدوله، ما ياخدهاش مننا الدوله الكحيان دي. يلا عشان نديله كلنا بالشلوت. ولد قد باباك، عيب. تعمل ايه يا سيدوني؟ اطلع بره يا سيدوني. يلا يا شباب، فين الدعم يا شباب؟ الدعم فين؟ الدعم يا شباب؟ الدوله بتروح، حسبي الله ونعم الوكيل. بص يا حسين. ماشي يا عكاشه، شكرا ليك يا عكاشه. يلا يا شباب، ورد يا شباب، ورد. ايوه ورد. يلا ورد. يلا دبل. يلا يا جماعه، يلا حد يدحفلني. ايه اللي انا سمعته ده حقيقي؟ ايوه حقيقي. ازاي بتقول كده؟ مش يمكن في اطفال بتتفرج؟ والاطفال كمان تدحفلني، كبار وصغار كله يدحفلني يا جماعه. انت لا يمكن تكون هدرس اللي انا عارف. بعد يا سيدوني بعد. يلا يا جماعه الدوله هتروح. واه ابو الوفا، كلنا نقول كفو لابو الوفا. هو عمل ايه ابو الوفا ده؟ جحفلني يا سيدوني، جحفلني. نزل ايدك. وانتوا كلكم بتجحفلوا في بعض. هو يعني ايه جحفلني؟ يعني اداني اسد هديه. هو انت لاقي تاكل يا ابني؟ انت ساكن في عشه. بس يا سيدوني الاسد بياكل 4 كيلو لحمه في اليوم، هتجيب منين؟ هو اسد حقيقي؟ مش انت اللي بتقول؟ اسد هديه في التحدي. شكرا يا ابو الوفا، شكرا. يلا تكبيس يا شباب، تكبيس. يسعد قلبك يا ابو الوفا. هو ابو الوفا بيديك هديه ليه؟ هو جوز خالتك؟ لا، ابو الوفا ده من الرعاع، لكن انا وعزوز من الرعاع. ايه يا ابني الفجاجه دي؟ وش كده؟ الصراحه حلوه يا سيدوني. يلا يا جماعه الدوله هتروح. هخرب بيتك يا عزوز، هنديك كلنا بالشلوت يا عزوز. يا جماعه يلا حد يديني صندوق. يلا تكبيس يا جماعه، وحد يديني صندوق. يلا شكرا يا عكاشه. عفا. طلع يا سيدوني. يلا يا جماعه. واه
مين اللي بعد الصندوق؟ ام حنان، يسعد قلبك يا ام حنان. انت منين يا ام حنان؟ بلدك ايه يا ام حنان؟ انت بتشقطها؟ لا بشكرها يا سيدوني. امال لو بتشقطها؟ ابعد يا سيدوني ابعد. وين راحت عليك يا عزوز؟ خسرت الدولة يا عزوز. هيسفروه سفروا فين؟ بره الدوله. دولة ايه؟ كونتري. خسر الدولة يعني الراوند يا سيدوني. انت ناقص لخبطه في كلامك، ناقص لخبطه. اقعد يا سيدوني اقعد عشان تتحداني كويس يا كحيان. انت داعمينك كلهم بطاطا. مبروك يا عم اكرس، اتفضل يا سيدي وقول احكامك. اول حكم هتجيب 5 بيضات وطبق دقيق كبير، تخلطهم على بعض وتدهن بيهم جسمك ووشك. لا ما تقولش ويقطع تفاح شرايح ويحطه تحت باطه وتدخله الفرن يطلع عزوز ابل باي. حلو يا سيدوني، وتفاحة تحت باطك. او ماي جاد، انا شاركت في التخلف ده. الحكم الثاني تفتح عينيك. ياكل ملبن ايه؟ وتحط جواهم شامبو بالنعناع وتحطه جوه عينيك، وكل ما تحس بالألم تدي نفسك بالقلم. ألم؟ اوتش. ايه يا ابني الساديه دي؟ الراجل ده استحاله يقبل بالكلام ده، راجل محترم. هزنقه دلوقتي اخليه يحت. بعد محترم مين؟ عزوز دي محترم. عزوز دي انا لو وجعت تحت يده ما يرحمنيش يا سيدوني. كفايه اهانه، كفايه اهانه. لازم اهانه يا سيدوني عشان الناس تتفاعل، بعدين عشان ابن الوفا يتبسط. أنا موافق على الحكم التاني، هحط شامبو وأضرب نفسي بالقلم. تصدق انت راجل مهزأ يا راجل، يا مهزأ. تصدق تستاهل ضرب الجزمه. بعد يا سيدوني لحسن يحكموا عليك. يحكم عليا؟ ايوه دخلت ليه؟ ابعد. يلا حط الشامبو، فتح عينيك، دخل الشامبو. قلم يلا، قلم تاني. يلا يا كحيان، تتحدى هدرس يا كحيان. ايوه دي بوابه جهنم. ادي القلم الاولاني، ادي القلم الثاني. يما الدولة الدية كلها لشوع. جهز نفسك للأحكام. ماشي، اضحك يا عزوز، حقك. أنا ما زعلانش على فكرة، بس ممكن أنزل رجلي شوية. لا يا اخويا مش ممكن، لسه ما الجولة تخلص، باقيلك دقيقة يا حبيبي. ده عزوز ده طلع سادي موت. انا كنت فاكره كيوت. قلت لك ده مش سهل يا سيدوني، بس شفت كان عاوز يحكم عليا، قال إني أديب صباع رود واكتب عزوز على خدي. يا سلام على الكرامه، يا سلام. طبعا مش خسران تبلع وانت ساكت. ما أنا ساكت أهو، بس تصدق أنا اللي جليت من نفسي لما لعبت مع واحد زيك. أنا المفروض ألعب مع ملوك، مع دين سقاري، أحفاد هراقل، لكن ألعب مع كاهن زيك. ماشي، مش هعتكك الدولة الضيقة. إيه ده؟ النت بيقطع ولا إيه؟ إيه ده؟ يا سيدوني، يا يوم شاق وممتع. مالك يا سيدوني؟ ايه بتبص لي كده ليه؟ انت عارف احنا بقالنا قد ايه في الهبل ده؟ لا 8 ساعات. ومال؟ ما المهندس بيشتغل 8 ساعات بس بيكسب قد ما انا بكسب؟ لا طبعا. صدق يا سيدوني انا ساعات بطلع لايف بال 12 ساعه. المكانه اللي انا وصلت لها دي يا سيدوني انا ما وصلتلهاش من فراغ. مكانة ايه؟ مكانة ايه؟ انت مجنون؟ لابس لي باروكه فيها مشابك في دماغك وحلق بصباع شبشب وتقول لي مكانه اتوكس. الشغل مش عيب يا سيدوني، وبعدين الايد البطاله نتسه. لا في الشغلانه دي انا اعتقد العكس، الايد الشغاله هي اللي نكسه. ايه ده؟ ده الانسان اللي ربنا كرمه هو ده. ده يا سيدوني دي تحدي ولعب، ما تغيرش المسميات لو سمحت. انا اللي بعمل كده ولا انت؟ انت اللي عمال تغير عشان تبرر لنفسك الاهانه. واحد يقول لك حط باروكه على دماغك، والتاني يقول لك حط فوم على كتافك، التالت يقول لك حط عصايه في صرصور ودنك. ايه ده؟ ايه ده؟ تفرق ايه انت عن الرومان؟ انتوا كده بترجعونا تاني لزمن الرومان. مسرح ويرموا شويه عبيد في النص، يقعدوا يضربوا في بعض ويقتلوا في بعض وهم يضحكوا ويقعدوا يسقفوا. ما ده تكبيس، كل ده تكبيس. وكل دول اللي حاضرين ابو الوفيات برضه. خلصت كلامك؟ نصيحه مني يا سيدوني، اوعاك تحقر من اي شغلانه، خصوصا لو كانت الشغلانه دي بتكسب بالدولار. فاكر الدولار يا سيدوني؟ انا عارف ان الموضوع في الاول يخض يا سيدوني، بس عشان انت شايفه من بره. لكن لو دخلت جوه ولعبت دوله واحده بس يا سيدوني،
ربنا اداك مواهب لازم تستغلها، هتلاقي الوضع حاجة تانية خالص. يبقى معاك فلوس كتير يا سيدوني، وتسافر وتسهر في الكوبا كابانا وجزر الياماها، والناس تشاور عليك وتقول سيدوني اهو بطل التحديات. لا 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 ابعد عني، انت الصنم بيوسوس لي. انت مش ممكن تكون بني ادم، يخرب بيتك. انت حسستني ان انا طفله بريئه عندها 14 سنه بتفرتين، لسه كانت بتاخد درس في سنتر وماشيه وحاضنه الكتب، وركنت ست شمطاء قدامها بعربيه مرسيدس بستاير وماسكه سيجاره بمبسم وتقول لها تعالي هنا، حرام الجسم الجميل ده يمشي على رجليه، هشغلك شغلانه تاكلي من وراها الشهد. ادب لك شهد، هوشاد ادب لك شهد. مش عايز بالطريق ده. سيدوني مش لازم كل الفيديوهات تبقى تحدي، ممكن تعمل فيديوهات تانية. ده في بنت طالعه سيدوني بقالها شهر ولا شهر ونص، بس ايه عندها مشاهدات كتير والريتش بتاعها في السما يا سيدوني، وبتكسب كد اللي بكسبه 10 مرات. اسمها شروق كلنا سوا. اسمها ايه؟ شروق كلنا سوا. لا انا مش عايز اهزق نفسي عشان اعمل فلوس. لازم اهزق نفسي عشان اعمل فلوس؟ لا ما هي ما بتهزكش نفسيها كيف ما انا بهزق نفسي. دي بتعمل فيديوهات هادفه وغزيره بالمعلومات. فيديوهات هادفه وبتعمل فلوس؟ كد اللي بعمله 10 مرات. طب ماشي، نبص على فيديوهات لما الفجر يشقشق يبقى رن عليا عشان الباميه ما تبردش، وبقت معاك وليد. بتقول يا سيدوني مش هي اسمها كده؟ اسمها شروق كلنا سوا. ما هي هيتقابلوا في وقت معين وهياكلوا حاجه. مين دول؟ المهزئين اللي زيك. ما هي شغلنا بتجوع، انا نفسي جوعت. ايه القرف ده؟ امك طبخه ايه؟ ادب لك شهد تاني؟ طب هشوف لك يا سيدوني. مسخ. هي الايام هتقوم ولا ايه؟ ايه ده طلع اسمها فعلا شروق كلنا سوا. جود مورنينج على احلى فانس في الدنيا. انا لسه صاحيه من النوم دلوقتي، بس صحيت على نويز وحشه قوي في الشارع. صاحي من النوم فول ميك اب. خليني اطلع اشوف ايه النويز دي وارجع اقول لكم لقيت ايه. جماعه انا طلعت دلوقتي البلكونه، لقيت الشمس حاميه جدا، دخلت جري تاني على طول، دخلت على الحمام غسلت وشي وسناني، وطلعت حطيت دلوقتي كريم ابو شعره، علشان كريم ابو شعره بيحمي من الشمس وبجد بيعمل شايننج تحفه في البشره. اعلان موت ورخيص باين قوي. المهم دخلت البلكونه بعد ما حطيت كريم ابو شعره، ولقيت في نويز كبيره قوي في الشارع، واكتشفت ان النويز دي بتاعت افتتاح محل هيفتح تحت العماره عندي. المحل ده اسمه اسمه حماتي ابو عبده. الحقيقه انا مش فاهمه ايه علاقه حماتي بابو عبده او ابو عبده. شويه هنعرف المحل ده بتاع ايه، واول ما هعرف هقول لكم على طول. ستي تيوند. جماعة مساء الفل، أنا عملت أوردر من عند المحل اللي كان عامل نويز تحت بيتي، ومش هتتخيلوا بجد طلع إيه. تخيلوا حماتي أبو عبده ده طلع إيه؟ لا بجد تخيلوا كده ممكن يكون إيه؟ يا بنتي بتقول إيه؟ فين المعلومة؟ أوه ماي جاد. يا نهار اسود، 840,000 مشاهدة. الناس دي فاضية؟ بجد مش متخيلين حماتي ابو عبده طلع ايه. مش ممكن تصدقوا. انا تهيألي انه حماتي ابو عبده. انتوا بجد مش متخيلين بقى طلع ايه. ما تقولي، انت عمالة تضحكي، ما تقولي. اوه ماي جاد. دي لسه مكملة. طب اهو. يخرب بيتك، لسه ده انا مجري 20 دقيقة. جماعة عايزة اقول لكم ان حماتي ابو عبده ده طلع حياتي ابو عبده. حياتي، ايوه حياتي، من اللي بيعمل كفتات مسبعات ده، اللي هو بيعمل كفتات مشوية وطرب والحاجات دي. بجد اول ما عملت منه الاوردر اتفاجئت والراجل بيقول لي في التليفون يا فندم حسابك 500 جنيه بس. في الكمية اللي انا طالباها دي 500 جنيه بس، ده السعر
بجد ملوش حل. وبعدين اول ما الدليفري طلع لي وانا بديله ال 500 جنيه بصراحه اديت له 50 زياده كتاب يعني، لقيته بيقول لي من فضلك يا استاذه شروق كلنا سوا خلي بالك علشان في ويسكي مع الاوردر. I was shocked، ما تخيلتش ايه ممكن يكون الويسكي ده وازاي المحل اصلا بيقدم الكحول مع الاكل الحلو ده. وبعد كده فجاه بفتح لقيت كوبايه شفافه زي ما انتم شايفين كده، لونها احمر وفيها حاجات خضراء متقطعه صغير وفيها حاجات حمراء متقطعه صغير، فيها حاجات مربعات وحاجات مستطيلات. المهم اكتشفت ان الويسكي ده جس وات طلع يا جماعه ميه السلطه اللي هي مسمينها ويسكي، اللي هو تشربها تتسطل على طول. اوه ماي جاد مش قادره اصدقها، هموت مش قادره اصدق طلعت ميه السلطه اسمها ويسكي. المهم الاكل شكله حلو قوي، الريتنج بتاعه كان حلو قوي، العيش كان طازه قوي، كلت الكفتات بجد طعمها خطير قوي قوي قوي. جماعه This is so cringy. 840,000 مشاهدة. يا الناس دي فاضية. بجد مش متخيلين حماتي ابو عبده طلع ايه، مش ممكن تصدقوا. انا تهيألي انه حماتي ابو عبده، انتوا بجد مش متخيلين بقى طلع ايه. ما تقولي، انت عمالة تضحكي، ما تقولي. اوه ماي جاد دي لسه مكملة. طب اهو. يخرب بيتك لسه ده انا مجري 20 دقيقة. جماعة عايزة اقول لكم ان حماتي ابو عبده ده طلع حياتي ابو عبده. حياتي ايوه، حياتي من اللي بيعمل كفتات مسبعات ده، اللي هو بيعمل كفتات مشوية وطرب والحاجات دي. بجد اول ما عملت منه الاوردر اتفاجئت والراجل بيقول لي في التليفون يا فندم حسابك 500 جنيه بس. في الكميه اللي انا طالباها دي 500 جنيه بس، ده السعر بجد ملوش حل. وبعدين اول ما الدليفري طلع لي وانا بديله ال 500 جنيه بصراحه اديت له 50 زياده كتاب يعني، لقيته بيقول لي من فضلك يا استاذه شروق كلنا سوا خلي بالك علشان في ويسكي مع الاوردر. I was shocked، ما تخيلتش ايه ممكن يكون الويسكي ده وازاي المحل اصلا بيقدم الكحول مع الاكل الحلو ده. وبعد كده فجاه بفتح لقيت كوبايه شفافه زي ما انتم شايفين كده، لونها احمر وفيها حاجات خضراء متقطعه صغير وفيها حاجات حمراء متقطعه صغير، فيها حاجات مربعات وحاجات مستطيلات. المهم اكتشفت ان الويسكي ده جس وات طلع يا جماعه ميه السلطه اللي هي مسمينها ويسكي، اللي هو تشربها تتسطل على طول. اوه ماي جاد مش قادره اصدقها، هموت مش قادره اصدق طلعت ميه السلطه اسمها ويسكي. المهم الاكل شكله حلو قوي، الريتنج بتاعه كان حلو قوي، العيش كان طازه قوي، كلت الكفتات بجد طعمها خطير قوي قوي قوي. جماعه This is so cringy. الو. يا سيدوني، ايه؟ اتفرجت على فيديوهات الست شروق كلنا سوا؟ شفت قد ايه بتقدم معلومات منيره؟ منيرة دي تبقى خالتك. انت تستعبط، البتاع فاضي، مفيش محتوى، مفيش اي حاجة. وبعدين معلش يعني مين في مصر ما يعرفش عن ايه حياتي؟ انت يا سيدوني، انت اول ما جيت كنت فاكر ان الحاتي دي بيقدر عدل. ايوه انا اكسبشن، انا اصلا خواجه حقيقي جاي من امريكا مش فاهم حاجه، انما دي بتستعبط عامله نفسها خواجايه. بس على الاقل ديبها عمران ومبيلها موديل السنه. وانت يا سيدوني بدل ما انت قاعد تنتقد في الناس اعمل كيف ما بيعملوا، يمكن تضرب معاك. تصدق عندك حق، انا هعمل كده، هعمل كيف ما بيعملوا فعلا، وهعمل لايف النهارده هيعجبك قوي قوي. واه، كان السوشيال ميديا هتنور من تاني. هيبقى لايف جامد ترندي. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام يا ابو الهجرين. ازيك يا ابو الطبابيز؟ الحمد لله، عاش من شافك. يعني من ساعة ما بقيت تطلع على التيك توك وبقيت نسينا ولا بتورينا وشك، خلاص ما بقيناش كديع. كيف ياد؟ ما انت بتشوف وشي على التيك توك. هو صحيح ساعات بيبقى متعص زيت وليمون او فوم او بن، بس هو وشي برضك. حتى بالاماره بشوفك لايف وما بتبعتليش اي حاجه في التحديات. ايه يا طبازه؟ مفيش ورده ولا طبق بلح حتى. ما انت عارف يا ابو الهجرين، الواحد كبر وعجز وعايز يسيب حاجة لعياله بعد ما يموت، عشان لما يخشوا على التيك توك يلاقوا حاجة يبعتوها للمتنافسين. ربنا يديك الصحه ويزود من ايمودوهاتك. طب بقول لك ايه، عاوز افعل خاصيه المرآة على التلفزيون. يعني ايه؟
يعني عاوز تليفوني يركب تلفزيونك. موبايل مين اللي يركب تلفزيون مين؟ افهم ياض، يعني انا عايز الحاجات اللي عندي تتعرض على تلفزيون القهوه. ياه. اصل سيدوني طالع لايف دلوقتي وعاوزين اللي ما يشتري يتفرج عليه. طب والماتش؟ النهارده ماتش المافريكس والليكرز بتاع نهائي الان بي اي. ايه؟ الان بي اي. يا ده اقول لك سيدوني تقول لي ماتريكس وستيكرز، ستيكرز ايه؟ مين اهم، سيدوني ولا الدوري؟ بقول لك ايه، شغل ما تخوتنيش. ربنا يخليك. الصوت تمام؟ ها سيدوني هيبدا. لو الصوت تمام ادوني علامه بس افهم. هلو everybody. جوري. بالنسبه للناس اللي تعرفني اكيد مستغربين انا ليه بعمل فيديو بقالي فتره طويله قوي بعيد عن السوشيال ميديا. بس اللي ما تعرفوش هو انا ليه اصلا سبت السوشيال ميديا فتره طويله. الحقيقه السوشيال ميديا دي اول ما ظهرت انا كنت مبسوط جدا، قلت خلاص العالم بقى قريه صغيره والناس كلها هتعرف بعض وهنتبادل الثقافات والدنيا هتاخد شلوت لقدام، هنتطور في كل حاجه لان الناس كلها هتساعد بعض. ولقيت العكس خالص، فجاه لقيت الانسان بيتجرد من انسانيته و حاجه غريبه بيتحول لحاجه ممسوخه مش مفهوم هو ده ايه بالظبط. المحتوى التافه والوقح بقى بيضرب، بيبقى ترند وعليه تفاعل قد كده. ما هو اللي ما تعرفوهوش ان الذكاء الالكتروني مش فارق له اصلا التفاعل ده ايجابي ولا سلبي. يعني بتشتم زي بتدي لايك، الاتنين زي بعض. المهم في تفاعل على الفيديو ده فهيضرب ويبقى ترند. فببساطه شديده حضراتكم بتبقوا السلالم اللي اصحاب المحتوى التافه ده بيدوسوا عليه عشان يبقوا ترند. كل ده كوم بقى وفي كوم تاني انا اول مره اشوفه في حياتي مستغربه جدا. اتنين بني ادمين يقفوا قصاد بعض بيتفننوا مين يهزق التاني اكتر، بيمرمطوا بعض، بيمسحوا بكرامه بعض الارض. كل ده عشان شويه مرضى يقعدوا يتفرجوا عليهم ويدفعوا فلوس. واحد صاحبي متخلف كده اسمه هدرس هو اللي وراني الحكايه دي. ايوه يا ابو الهجرين. هو نفسه. ايوه يا ربنا يخليك، ربنا يخليكم يا جماعه. اسمك طلع في التي. اصل سيدوني دي اصيل عمره ما ينساني حتى في اللايف بتاعه. للاسف هم فاهمين ان موضوع الترند ده هيدوم. هو الترند ده اخره كام يوم وهيطلع واحد يهزق نفسه اكتر فيديك بالكتف ويبقى هو ترند. يعني انا من وجهه نظري يعني المتواضعه يعني انه النجاح في الحته دي عشان تبقى فعلا عامل حاجه مفيده هو ان واحد يعمل محتوى ايجابي يفيد بيه البني ادمين فعلا. ده صدقوني هيفضل عايش حتى لو صاحب المحتوى نفسه مات. يا جماعه لا بجد اصحاب المحتوى التافه بقوا زي الرز، مش ممكن. زي البت اللي اسمها شروق كلنا سوا. ايه ده اللي عرفها لي صاحبي المتخلف اللي اسمه هدرس ده. ما خلاص يا سيدوني، ايه الفيديو كله هيبقى عليا، هتحسد كده. لا انت موصين. لا شكلكم متفقين، اصل كل شويه هجرز متفقين. لا ماليش في الحاجات دي وادفع فلوس عشان ازود لا مش شغل الرخيع. حاجه عجيبه يعني كل حركاتها فيك كلها باينه يعني للي ما بيشوفش وناس بتتعمى اوه دي كاتبه تعليق واضح انك بتتابعين. ها بتقول ما ينفعش تحكم على بني ادم من غير ما تعرفه. عندك حق بس انت يعني مش محتاجه حد يعرفك عشان يحكم عليكي، ما هي الحاجات باينه، ما انت اللي بتبيعوه لنا ده باين هو ايه. يعني بترد وبتقول طب ما تقابلني وتشوف بنفسك ان كان فيك ولا لا. اوكي ما عنديش مانع، يلا نتقابل. احلى جونجا يخرب بيتك. مش وقتك يا هجرس، مش وقتك. اتصل في اوقات يعني. لا انت بتستعبط. ما ردتش عليك كنسلتك يعني مشغول اهو. ولو اتصلت تاني بلوك. جوجل ممكن نعرف انت ما بتردش عليا ليه؟
ممكن اعرف ما بتردش عليا ليه؟ انت ايه اللي عملته ده؟ انت ما اقتحمتش خصوصيتي، انت فتحت خصوصيتي. ازاي تعمل كده؟ انا عاوز اعرف انت ما بتردش عليا ليه؟ انا الرد الوحيد اللي ممكن نرده عليك ايموجي. عارف الوش الغضبان الاحمر وعليه يافطه سودة مكتوب عليها ايه بقى؟ خد عندك ات، علامه شباك، تعجبات كتير، اكسات. والجرد اللي عامل كده؟ لا، الجرد اللي عامل كده عايز يديك بالبنايه في وشك. طيب بغض النظر عن الجرد وعن اللي بيعمله، انا عايز اعرف انت ما بتردش عليا ليه؟ هكون ما بردش ليه؟ وقت زي دلوقتي ما بردش ليه؟ نايم. نايم الساعه 2 بالليل؟ طب ده منطقي يا ابني، ده منطقي. انت ما فيش رمايه بجنيه، اهلك ما ربوكش. طيب دلوقتي يا سيدوني انت شايفني بزن وبتكالح عليك في الاتصال، اكيد في حاجه مهمه. ما فيش حاجه في الكون تبرر اللي انت عملته ده. ده حتى لو النهارده اخر يوم في العالم والنيزك خلاص داخل على الارض هيفلقها وهنتنيزك كلنا، برضه مش مبرر. وايه المهم في اللي بتقوله دي؟ ما طبعا حضرتك من عالم موازي، فالعالم ده بالنسبه لك ولا حاجه. انت اصلا مش بعيد تبقى هولوجرام. ايه المهم؟ ايه المهم اللي انت عايزني فيه؟ اعصابك تمام؟ قول يلا ايه المهم؟ الفيديو اللي عملته انت وشروق كلنا سوا جايب مشاهدات لحد دلوقتي 3 ام 240 كي في 24 اتش. انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ بتكلم جد. شوف اوه ماي جاد، ده داخل في ال4 مليون ولسه العداد بيعد. والفولورز بتوعي زادوا 50,000. طب بقول لك ايه، شروق بتتصل. ايه دي؟ ايه؟ كلمك الساعه 2 بالليل. وانت مال اهلك؟ امشي يلا امشي. امشي كيف؟ عايز اتكلم براحتي. ما انا مش هينفع انزل يا سيدوني. ليه؟ اصل وانا دايلك خبطت، فالكبير فتح لي وهو بالكلسون لا مؤاخذه، فقال لي انت يا ديك البرابر، انت لو شفتك ناحيه الدوار هنتف لك ريشك. طب خلاص طير من هنا. اطير كيف؟ طير يا هدرس بدل ما انا انتف لك ريشك. وانتوا كلكم ما جيتوش الا الريش اللي تطمعوا فيه. طير يلا بدل ما انا والكبير ننتف لك ريشك. اصل النزول اصعب من الطلوع يا سيدوني. اخلص يلا. حاضر سيدوني، على السلامه. ايوه يا شروق، ايه الاخبار؟ ايه كل ده؟ ده هم دورين وبيقع من برج خليفه، ولا يكون بيطلع لفوق ده، ولا بيفس هيليوم، ولا ايه بالظبط؟ سوري. هاي جوني، ازيك؟ عامل ايه؟ طمني عليك. ما جاليش نوم غير لما اطمن انت وصلت ولا لا. انت كويس دلوقتي؟ والله اتس سو سويت يعني انك بتسالي. لا كويس الحمد لله، احسن كتير. طب شفت الفيديو بتاعنا عمل فيوز قد ايه؟ مش هتصدق. ده لا ما شفتوش الحقيقه، انا كنت نايم اصلا. طب خلاص كمل نوم، وما تصحى بكره افتح شوف عاملين كام فيوز وبقى كلمني. ماشي. طب عاوز حاجه؟ لا. بقول لك، هو انت لو كمان يومين كده فاضيه وراكي حاجه؟ لان انا احتمال انزل مصر كمان يومين. لو نزلت عندي شويه حاجات عايز اخلصها كده، يعني لو فاضيه ممكن نشرب مثلا قهوه حاجه كده. طب بقول لك ايه، لو عايز تشوفني بكره ابقى اتفرج عليا في قناه الحصان الذهبي، عندي انترفيو الساعه 3 افترنون. اوكي بالتوفيق. حلو، جود لك. خلاص بصي اقول لك حاجه، انا ممكن اصلا اكلمك بعد الانترفيو. اوكي باي. ايه هتنزل مصر تاني يا سيدوني؟ هو انت ازاي واقف كده؟ واقف وقفه اللي واقف في البلكونه ناقصك كوبايه شاي، حسستني ان انا اللي واقف في السماء. انت هتجيب لي دوار؟ بقول لك ايه، لو هتسافر يبقى لازم نتحركوا دلوقتي عشان نوصلوا قبل ميعاد الانترفيو ونعمل لها مفاجاه. ليه احنا؟ ليه بتجمعني معاك؟ الموضوع ده يخصني لوحدي. ايه دي؟ مش انا اللي عرفتك عليها؟ وايه يعني؟ هفضل طول عمري ادفع الثمن يعني ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا عايز انام. يلا امشي. لا انا هادي معاك، تمشي. هو بيروح فين؟ بيطلع ولا بينزل ولا ايه ده؟
تقريبا بيفس هيليوم فعلا. انت كنت فين يالا؟ الحمد لله، اصلي وقعت على الترامبولين بتاع العترة. ترامبولين؟ على فين رايح يا استاذ؟ الأستاذة شروق كلنا سوا جوه؟ الاستاذه شروق كلنا سوا خلصت ومشيت. اوكي. طب ما تعرفش تكون راحت فين؟ لا والله ما اعرفش. ايه ده مش حضرتك اللي اتصورت مع الانسه شروق وانت بتعتذر لها؟ بالظبط. طب ممكن بعد اذنك من فضلك صوره انا وانت لو سمحت؟ اوكي اتفضل. انت قطع وداني كده. كده كويس؟ انت قطعت التانية مش مشكلة. ولاجل الصوره الحلوه دي بقى هي كانت سايبه صوره البطاقه بتاعتها هنا. اوكي. اهي وفيها عنوانها. ثانك يو مان، ثانك يو. سوري انا حفظته. اوكي. استحالة ده يبقى بيتها. بس هو ده اللي على البطاقة. يمكن بيت أهلها. استحالة برضه. جولي مش عارف شهرت امتى كده. جوني اللي طلع في الفيديو بصالح شروق. شروق موجودة؟ نعم. ليت مي جس، انتي خالتها؟ فيكم من بعض حاجة؟ هو ده الفرع الفقير في العيلة؟ انا شروق. This is بوش. شروق؟ ده انت جاي تنكد بقى. وانت ايه اللي جابك هنا؟ جايب ورد بقى وناوي تعمل لي سربرايز بقى وكده. زربرايز؟ انا كنت جاي اعمل زربرايز. ما هي باظت. تعال انا معايا ضيوف. بصوا بقى زي ما احنا متعودين كل يوم وصفه جديده حاجه جديده. يا ساتر، هنعمل ايه؟ كوسه بالبشاميل وحشه قوي. بقى اللي هنقول عليه 4 كيلو كوسه وايه ما تنسيش اللبن اهم حاجه 7. هتجيب 11 حبايه من العين العفريت ومعلقه زبرتكوش و5 جرام من زيت البرغوث، وبعد اسبوع هتلاقي ركبتك بتلف شمال ويمين كأنها راكبه على رومان بيت. يوسف أوشا، أنا هعمل عملية وأشيل الحنية. عملت قلب غية وهم قطعوا بيا. عملت قلب غية. قشريها كده زي ما انت شايفاني، وبعد كده قطعيها طرنشات كده، وبعدين هاتي الصينيه ورصيها كويس قوي وحطيها في الفرن تنشف مش مشكله، طلعيها تاني. بتاخد كام في الشهر؟ 7 جنيه. كام؟ 7 جنيه في الشهر. الأقوى. انا وين انت؟ بقول لك مين الأقوى؟ انا يا بنت ما تخلينيش اتغبى عليكي. مين الأقوى؟ أنا هقطع عنك المصروف وكل حاجة لو ما قلتليش مين الأقوى. انت. وليه ما قلتش كده من الأول؟ عشان انت الاول كنت واقف في ظهري، وانت في ظهري ببقى اقوى واحده في الدنيا دي، لكن لما بعدت عني بقيت ضعيفه. ظهري وحمايتي وسندي انت وودي، وفي عز ضعف انا بجري ليك بتحامى فيك.
يلا لازم تقولوا دي. ايه دي؟ اديها لسان. انا لساني عاجز عن التعبير. طب وايه الحاجات التانية؟ قول لنا عندك ايه تاني؟ اديله بريف في رغيف. عندنا كرشه وفشه وطحال وكل حاجه. في رغيف. في رغيف على بعض. حلويات. دلوقتي احنا هنسأل الناس سؤال، واللي هيجاوب غلط هيلبس البالونة دي كلها على دماغه. قول لي بلد بحرف النون. ابو النمرس. سوري. أكلة بحرف الكاف. كيلو بامية. عايزين حيوان بحرف الباء. بول دوج. برافو. اهدى. ايوه طبعا. لا بالعربي. ايه؟ سوري. حيوان بحرف الجيم. دمل. ايه دي؟ ليه؟ حيوان بحرف الجيم. مش لاقي حاجه. انا ماني جحش كده ليه؟ ايوه صح جحش. ما انت جاموس. اهدى اهدى. حيوان بحرف الحاء بسرعة. حمادة. هنهزر. ايوه حمادة، ده دكر بط كنت مربيها في وسط طوح. جو اهيد. سوري. نبات بحرف الب. بسارة. سوري. نبات بحرف الجيم. دردير. مربوحة قولي لي بلد بحرف السين. سوق الجمعة. ربي يكون فاتح ولا ايه؟ احمينا يا رب. طائر بحرف الخاء. بلاش الحرف ده معايا عشان ده غبي. بحرف الخاء. خرتيت. خرتيت طاير من الفرحه. في ايه؟ دولة بحرف الجيم. هي باقي الحروف فين؟ فين باقي الحروف؟ جوني. نعم. اسم بنت بحرف الشين. ايه؟ شروق. والله بهزر معاك. لا هاتي يا ولد بالله. دبوس. حد يديني دبوس. مش بسرعة، بالراحة عشان تلحق تفهم حاجة. ما عنديش وقت انا الكلام الفاضي ده، وكفاياك اعتراض. ها انت بتشتكي من ايه يا جوني؟ عندي شكة هنا، شكة ومناخيري سايلة. ومش عارف، مفيش اتزان. جسمي مكسر خالص ومصهد وسخن، وفي نفس الوقت ايدي متلجة. وما اعرفش، باكل حتة بيتزا كده لقيت طعمها عامل زي الكروكس. انت تعرف طعم الكروكس؟ توقعته يعني، مش هو بلاستيك؟ بلاستيك. افهم من كده انك فقدت حاسة التذوق والشم. ما بشمش. انت بتستعبط يا جوني، بتستعبط. فقدت دولت وبتطلبني ليه يا اخي؟ جبتني ليه؟ امال اطلب مين؟ اطلب امي. مش انت الدكتور؟ لما يحصل لي كده اكلم مين؟ تكلم مين؟ استغفر الله العظيم يا رب، ما تكلمش حد. المفروض لما يحصل لك حاجه زي كده تتوضى وتصلي ركعتين وتستغفر ربنا وتستني نتيجه المسح. مش انت جاي عشان تمسح لي؟ امسح لك. ما تقفرش بقى يا ربيع. سوري. بس تلاقي دور برد عادي بسيط. ما انا جالي وانا بلعب بالبلالين المبلبله. تلعب بايه؟ البلالين المبلله. انت عندك كام سنه يا جوني؟ تديني كام سنه؟ 41. جود بوي. شاطر. فعلا 40. مش شايف انك كبير على الهبل ده؟ انك تلعب لعبه زي دي؟ ربيع انت اكبر مني ب 20 سنه، وانا شفتك حاطط الخنصر كله في مناخيرك واللي طلع مسحته في حيطه. اوكي بس دي مش لعبه. ده اسمه ايه؟ عاده سيئه. عاده قذره. وليكن، بس مش لعبه. استاذ في التفاهه. امسك يا عم، دي ممكن تكون ملوثه، رشها بالكحول ولا حاجه. ملوثه مني انا؟ ها؟ وانت عمال تعطس في وشي من الصبح. اعمل بيها ايه؟ هتحطها في ودنك وتسمع. عارف التكنيك، عارفه وشفته في افلام الدنيا والاخره. وانا صغير حتى كنت عندي الشنطه بلاستيك اللي هي فيها حاجات الدكتور كلها. كنت ياما لعبت دكتور. لعبت دكتور وانت صغير؟ ما لعبتش عريس وعروسه؟ This is so weird. طب يلا خلصني. حط ده في ودانك واسمع، اكشف وكح وقول لي اللي هتسمعه تقوله لي. طب بعد ما اخلص كشف عليا حاسبني؟ خلص. بقول لك ايه، اكشف عليا عدل بدل والله العظيم اقول للكبير. وانت عارف كويس قوي انا لو قلت للكبير هيكهربك فين. هتلاقي لسه في علامات قديمه. على فكره الكبير بيخاف مني. so funny. والله بيخاف مني، وانت عارف كده كويس. عارف ليه بيخاف مني؟ ليه؟ عشان العلم بقى. انا العلم. انا العلم.
كمان مان ربيع، انت نسيتني ولا ايه؟ انا جوني المتعلم الوحيد اللي فاقسك. بس هو بيخاف مني عشان جاهل. وليكن، بس بيخاف مني. وبعدين هو الكبير وجوني ايه؟ مش واحد؟ همشي. سوري هزعل وامشي. جوني حبيبي، ألف سلامة عليك، طمني. إيه الأخبار؟ أنت بتر دلوقتي؟ الحمد لله. تعبان. احسن الحمد لله. ميرسي. انت مالك؟ انت بتنطق ليه؟ هي بتكلمني انا. اصل الجمله دي اول مره اسمعها في حياتي بصراحه. يعني كان نفسي طول عمري حد يقول لي حبيبي الله سلامتك وكده، وكنت مجهز الرد. سايكو. طب طمني يا دكتور، الحالة إيه دلوقتي؟ أنا قلقانة عليه جدا، أنا مش بنام الليل. وبعدين هو لو محتاج سفر يتعالج بره انا ممكن اسفره، ممكن اكلف علاجه من جنيه المليون، انا ممكن ابيع كليتي عشان خاطره، بس اهم حاجه هو يبقى كويس وبخير. ايه ده، هو في كده اصلا؟ هو في حد ممكن يتعالج بره؟ انا كنت فاكر الكلام ده في الدراما بس او في المسلسلات. هو في اصلا دكاتره بره؟ لا حبيبي اهدى اصل شويه وهتقول لي هو في دكاتره اصلا؟ انت عمال تقلص الموضوع. انت ايه؟ انا شاكك انك بني ادم من اساسه. انا كنت فاكر المنطقه دي خلصانه عند القصر العيني وخلاص. حبيبتي انا ما اعرفش اقول لك ايه. انا مبسوط جدا اللي انت قلتيه ده، انا ما كنتش متخيل اني اسمعه منك ابدا. انا لو اعرف كده والله كنت عيت من بدري. بعد الشر عليك يا حبيبي، ده ان شاء الله انا وانت. لا بعد الشر. انا هدعي لك كتير قوي عشان ربنا يشفيك ان شاء الله. وانتوا يا جماعه بليز ادعوا لجوني كمان ان ربنا يشفيه كلكم سوا، علشان انا قلقانه عليه قوي ومش هقدر اعيش من غيره ابدا. بليز فعلوا الهاشتاج ادعوا لجوني كلكم سوا علشان ندعي جوني وربنا ان شاء الله يشفيهولي ويخليهولي. انا اسفه، انا مش قادره اكمل الفيديو. ايه الهبل ده؟ انت بتصعبطي؟ انت بتصوري بجد؟ ايوه بصور بجد طبعا. مش واخد بالك اني فاتحه التليفون يعني من ساعه ما دخلت؟ وبعدين ايه الهطل اللي انت بتعمله ده؟ افرض كنت لايف دلوقتي والدعم نازل، كنت تفضحنا كده قدام الناس. ايه ده؟ ايه النقله الغير منطقيه في الاداء دي؟ نسيت اعرفك، دي خطيبتي وفي نفس الوقت شريكتي في الشغل، وبتتاجر بالعيا بتاعي عشان خاطر المشاهدات. مش كنت تستني شويه يمكن يجي لي مرض عليه القيمه ولا رجلي تتكسر؟ ليه؟ ما ده حلو، عندك شويه برد يعني، هيجيبوا ريتش حلو. وبعدين انا كمان يومين انزل فيديو اقول انا اتعديت منك، ونعمل فيديوهات حلوه كده والريتش بتاعنا يبقى في السما. بس انا عايزه اغير حاجه في الفيديو اللي احنا مصورينه دلوقتي ده. مش عاجبني ان الدكتور يبقى موجود، عايزه ادخل انا الاول ونعمل فيديو انا وانت، والدكتور يدخل في الاخر بقى يقول لنا الخبر الخطير ان انت عندك دور برد شديد ومعدي وانك هتقعد لوحدك فتره طويله وكده. ينفع؟ انت ايه اللي انت بتقوليه ده يا هانم؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ انا اول مره في حياتي احترمك راجل من ظهر راجل. قول لها ان العيا ما ينفعش نتاجر بيه. بس ده مش قصدي خالص. انا شعري منعكش، مش متسرح، مش جاهز يعني، ولبسي كمان مش كويس. ثم انا الانتاج ما اتفقش معايا. انا ما فيش حد من الانتاج اتفق معايا وانا مش قليل. الله يا رخيص. نعم. انا مش بندهلك، انا بوصفك. لا بس انت عملت اداء ندى خالص. اداء الندى، بس المطه مش لايقه مع المسافه. الكلام ده لو انت في المطبخ مثلا وبندهلك. بقول لك ايه، امشي. انا هجيب لك اي حد يعمل دور الدكتور، اي حد عنده كاريزما 3% حتى. بقول لك ايه، بره. هستاذنك السماعه، انا اللي غلطان. وانتوا يا جماعه بليز ادعوا لجوني كمان ان ربنا يشفيه كلكم سوا. استغفر الله العظيم يا رب. يا رب سترك. فيها ايه يا كبير؟ بتتفرج على ايه معكر مساجك كده؟ على الخيبه، خيبه الامل اللي راكبه جمل. راكباه فين؟ صفحه لهطل والمدعوقه. جوني واللي اسمها شروق دي، الواد كانه مدمن، مصور كل تفاصيل حياته وحاططها على النت. انا بفكر اوديه مصحه. مصحة ايه بس يا كبير؟ انت بتعرف المتابعين والمشاهدات بتوعه بسم الله ما شاء الله يعني بيجيبوا له فلوس قد ايه؟ والله العظيم لو جابت مال قارون، وانا عشان قرشين اصور حرمه بيتي واحطها على المشاع، اي حد حداه باقه ب10 جنيه يتفرج. ايه الهوس ده؟ انا خابر ان الواد تربيته امريكاني، بس انا قلت يعني من قعدته حدانا هنا في الصعيد اكتسب شويه مروءه ولا نخوه. لكن واضح كده ان انت تطيرهم له.
كيف ما طايرهم لناس كتير. طب اهدى بس يا كبير، قوم اطمن على جوني عشان ده تعبان وركض في السرير. تعبان صح ولا دي نمرة عاملها عشان خاطر اللايكات؟ لا تعبان صح الصح. دي أسخم. ايه بيشحت بالعيه؟ ايه دي؟ حول ولا قوة إلا بالله. يا في ايه؟ الدنيا قل وقرها. والله العظيم انت ظلمه يا كبير، هو اصلا ما بيحبش البت اللي اسمها شروق دي. امال هيتجوزها ليه؟ مخلص حق ولا طمعان في فلوسها؟ لا طمعان في متابعينها. ايه اللي بتقوليه ده؟ طب بص انا هقول لك، بس احلف وحياة اغلى حاجة عندك انك ما تقولش ان انا قلت لك. وها؟ في ايه يا بت؟ ما تخلصي. مش هقول لك غير لما تحلف. وحياة ابو زحلف. ماشي بص يا سيدي، الحوار ده جوني قال لي انه عامله يعني كده وكده مع شروق عشان خاطر مصلحة. مصلحة كيف؟ يعني يصوروا يومياتهم وينزلوها على النت ويكسبوا من وراها فلوس كتير ويجوا عند الجد ويخلعوا. جوني اللي قال لك كده؟ ايوه قال لك كده. وقال لك كده من متى؟ من زمان، يجي اسبوعين. اسبوعين؟ ايوه. طيب المهم انا مش عاوزاك تقسى على اخوك عشان جوني ده غلبان، انت ظلمه طول الوقت ظلمه. هو انت رايح فين؟ اجيب حاجه بس. المهم يا كبير، المشكله مش في جوني ده غلبان، هو مش غلطان. كله من العقربه الحربايه الثعبانه هي اللي عماله تلف عليه هو انت بتلف فين؟ لا بسلك السلك يا كبير حرام عليك، انت لازم تروح تقعد جار جوني تقول له يا جوني عملت كده ليه؟ لازم تفهم ولازم تسمعه هو بيعمل كده ليه. يمكن يقول لك حاجه مش على بالك. هو انت بتعمل ايه؟ لا انا بس بعقم. بتعقم ليه؟ السن. بتعقمه ليه؟ عشان ناوي اعمل عمليه تربنه. ايه التربنه دي؟ دي عمليه كانوا بيعملوها قدماء المصريين، نظام يحلوا الجمجمه عشان يشوفوا المخ فيه ايه. حرام عليك يا كبير، وتعمل في اخوك كده ليه؟ اخويا ايه؟ انا ناوي اعمل في البندقه دي. يا مري استنى بس يا كبير. سبوعين يا صرمه، سبوعين. هو اللي قال لي ما اقولكش. اديكي قلت اللي قال لك ما تقوليش عليه. والنبي ما تعمل لي حاجه وحياه الغالي. مين ده؟ ابو زحلف. استنى بس يا كبير. هتهربي فين؟ السلك مطول 2 كيلو، هجيبك حتى لو في ابو رواش. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ الناس متجمعين اسما بس، لكن كل واحد كأنه في حبس انفرادي. كل واحد ماسك الموبايل ومخفي عليه ده. ايوه يا جلس الطين، سيب البتاع ده. ما أنا بحكي فيه. بصي ايه؟ في راجل قاعد مع مرته ولا هو هنا ولا هي، اوريهولك اشاور لك عليه، بس ما تبصيش مره واحده. ماشي. هنا ما تبصيش فوق. انا بقول ايه؟ بشوفه هو فين. ما تبصيش، ياخد باله. انا بقول لك ايه؟ الطريقه اللي بنبص بيها على الناس عايزه حرفيه، ليها تكنيك. كيف يعني؟ يعني مثلا نجي حد وهيبص لك عليه من غير ما ياخد باله. بص على البت دي. ماشي بصي، واصعبها على نفسي اكتر. هتشوفها كيف يعني ليها طريقه. احنا بنبدا بحاجه طبيعيه ونسرق النظره. شوفي كيف. ايه ده؟ ايه يا استاذ، هو في حاجه؟ لا مؤاخذه. بتصورني؟ تعالى صورني. لا مؤاخذه، ما قصديش حاجه. ده مؤاخذه. فهمتي؟ انت بتبص لها كده ليه؟ واه انت نجيتي حد عشوائي. لا انت طولت في البصه. والله العظيم ما طولت في البصه يا كبير. دي كانت جزء من الثانيه، ده انا يا دوب عملت كده. انت تاني؟ والله العظيم ما قصدي، والله ما حاجه منك كلام. ما خلاص يا استاذه، ما قالك مش قصدي. نحن الآن أيها السادة المتابعين مع الحدث الذي هز عرش التيك توك، الحدث اللي هيخلص لكم باقاتكم ويوجع السيرفر. نحن الآن
مع الحدث اللي مستنيه اكتر من 3,849,000 كي متابعين الست شروق كلنا سوا، و1,240,000 كي متابعين سيدوني. نحن الان في حفل خطوبه الست شروق كلنا سوا وسيدوني. يلا بينا نهتك خصوصيتهم ونعيش معهم اللحظه ونشوف احساسهم ايه بالخطوبه. ايوه اهلا، يخرب بيت سنينك سكر. ست شروق كلنا سوا. حبيبي يا هجرس منور الدنيا. عاوزين نعرف كلنا سوا احساسك ايه باللحظه دي. اولا انا احب ارحب بكل المتابعين بتوعك اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي لايف، واقول لهم يا جماعه شدوا الهدايا شويه عشان الدنيا ناشفه خالص، واقول لهم ان انا متوتره جدا جدا جدا، وبجد مش عارفه اليوم هيعدي ازاي. ادعوا لي بليز كلكم، امنتكم بالله. ان شاء الله الليله تعدي على خير وما يديش الاكس ويبوظ الدنيا. ده وقته. ايوه اهلا وسهلا. وانت يا سيدوني؟ مش ناقص قرف، اللي فيا مكفيني وتعبان. النبي استنى. لايف يا سيدوني. هو مش وقته يا ادرس. قول لي يا سيدوني، حسيت بايه اول اتأثرت انا. يعني انت كنت شايف انك هتقدر توصل لقلبها؟ كنت شايف ان هقدر اوصل لقلبها. ما كانش فيه مخاوف ما ولا؟ كانش فيه مخاوف لا. طيب اجواء الفرح عداك الاجواء بتاعت الفرح؟ عجباني عجباني اجواء الفرح. يعني مثلا الويدنج بلاير عمل اللي انت قلت له عليه؟ اللي انا عايزه بالظبط. ولا قصر في حاجات؟ قصر شويه، قصر في حاجات. حاجات بسيطه ولا؟ حاجات بسيطه. ولا حاجات جامده جدا؟ وحاجات جامده جدا. طيب يا سيدوني، لما رحت لابوها البيت قابلته؟ قابلت ابوها. كان استاذ سعيد؟ استاذ سعيد. طب الموضوع مشي عادي؟ ماشي عادي ماشي. كل حاجه كانت طبيعي؟ الحمد لله كل حاجه. ما كانش فيه مخاوف؟ طيب لا مفيش مخاوف. الحمد لله. طب انت شايف ان احسن منك في المحتوى اللي بقدمه يا سيدوني؟ احسن مني في المحتوى اللي بقدمه. يعني لو دخلت معاك تحدي هدشملك؟ هدشمل ايه ده؟ يا حيوان ده يا سيدوني، انت بتسرسبني وانا سرحان بتسرسبني. امشي هنشوف اي حاجه دلوقتي. ودي تصريح ان انا اهلا وسهلا، اتفضلوا منورين. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. معلش بس لحظه، الفلوس يا ريت بس تديها لماما بعد اذنك. اتفضل اتفضل. شكرا شكرا. ماما هتجيلكوا دلوقتي. قلبي. مين اللي كنت واقفه معاهم دول؟ دول واحد من الرعاة. رعاة البقر؟ ايه ده كاوبويز؟ لا بقر ايه يا جوني، دول السبونسر. سبونسر؟ ايوه السبونسر. يا ريتهم فضلوا رعاة. ما علينا. المهم الناس دي عندهم مصنع مسحوق غسيل جامد جدا اسمه ابو لمعه جنان. دفعوا رقم حلو قوي بصراحه، مقابل يعني ان انا وانت نعمل فيلم كده اثناء الخطوبه، والمقطع هيتشير جامد عشان هيحصل فيه فضيحه. الفضيحه كالاتي: الراجل هيدخل علينا بالشربات والدبل، هتروح انت دلق عليا الشربات، فانا هروح شتمك ضربك بالقلم. ثانيه واحده تضربي مين بالقلم؟ هضربك بالقلم بس مش بجد، انت بقى تروح مطير الضفاير دي كده كاني بقى ضربتك قلم جامد ماشي. وبعد كده هنروح معيطه وانت تروح معيط وتقول لي انا اسف خلاص انا هجيب لك ابو لمعه جنان يطلع لك البقعه ونفرح كلنا ونخلص الليله دي على خير. انا مش هقدر اعمل الكلام ده. مش هعرف اعمل الكلام الشربات دخل والدبل دخل وانا بلغت امي بكل حاجه. مش هعرف. هتعمل. الكوبايه جايه اهي، الشربات جايه. يلا يلا يا جوني عشان الشربات. تسلم ايدك. ثانك يو ثانك يو. يلا حبيبي. ما تهزريش. يلا حبيبي. شروق اطلق عليا البتاع ده نخلي ليلتك طين. الكبير هيذبحني لو عملت كده. طبعا. ايه ده؟ مش تاخد بالك؟ ايه يا اخي؟ ايه؟ انت ما بتفهمش؟ سوري بوظت المشهد. ايه اللي انت عملته ده؟ سيب ايدي. معلش يا جماعه انا اسف بوظت المشهد. ممكن نعيد من الاول؟ المفروض ان الشربات بيجي بدلقه عليها فبتديني بالقلم فبصالحها بالمسحوق. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللايف هتبوظ الدنيا. سوري لو بوظت الاعلان، سوري للسبونسرز. واضح اني بوظت الاعلان وبوظت كل حاجه، بس خلاص مش فارقه. انت بتهزر صح؟ بيهزر. بموت في هزاره بموت في هزاره. انا بتكلم جد على فكره. مبدئيا كده اللحظه اللي انتوا شايفيني فيها دي دلوقتي دي أصدق لحظه في كاريري كله. كل اللي فات كان فيك كله. انا شاب عادي طاقت في دماغي اعمل شويه فلوس واتشهر. لما قعدت ادور لقيت ان المحتوى التافه هو اكتر حاجه بتحبوها، بتموتوا فيه، واي حاجه ليها معنى بتعملوا لها سكرول. وده اللي زقني على فكره على السكه دي. انتوا خلاص الموبايل بقى فيون عندكم. اول ما تصحوا من النوم اول حاجه تبصوا عليها، وبالليل قبل ما تناموا اخر حاجه بتشوفوها الموبايلات. واللي في النص بتتابعوا الناس اللي زي انا والشروق. حياه تافهه فيك انتوا حابين تصدقوها. احنا بقينا لما بنسافر دلوقتي بنسافر عشان نصور السفريه مش عشان نستمتع بيها. ولما بنطلب اكل بنطلبه عشان نصوره مش عشان ناكله. بنستلذ باللايكات اكتر من الحياه الحقيقيه.
اعملوا اي حاجه تاني، الدنيا فيها حاجات كتير ألذ من الاشكال اللي زينا. انزلوا اكتشفوا الطبيعه اللي ربنا خلقها، انزلوا اكتسبوا خبرات حقيقيه تفيدكم، اخرجوا تعرفوا على بعض، زوروا بعض، اتعلموا اي حاجه. انتوا عارفين لو النت قطع عليكم في يوم من الايام اقسم بالله العظيم لا تلوثوا، هتكتشفوا ان ضيعتوا حياتكم كلها في ولا حاجه، تفاهه بس. الوقت ده كله لو كنتوا استثمرتوه تتعلموا حاجه قد كده كان زمانكم بقيتوا اساتذه فيها. انا عارف كويس قوي ان اللي عملته دلوقتي ده نهى كاريري خالص على السوشيال ميديا، بس I don't care. وملايين الفولورز اللي عندي مش مهم خلاص، وكل اللي فارق معايا دلوقتي عيلتي وكم صاحب حقيقي. anyway انا من النهارده خلاص قررت احرر نفسي، مش هبقى كلب اللايكات انيمور، ومن الاخر مش هبقى son of a rich. سوري يا كبير. ولا يهمك يا ود ابوي، الحمد لله على السلامه، المهم انك فقت. فاق، ولسه بقى لما يسمع المفاجأة الجديدة هيفوق أكتر. لسه لما أطلع دلوقتي على الاسم وأقدم الكمبيالات اللي ب5 مليون جنيه اللي أنت ماضيهم لي وأوديك في 60 داهية زي ما أنت وديتني في 60 داهية، وحياة أمي ما هسيبك. كمبيالات اهدي. عندي أنا يا كبير الموضوع ده، أنا المسؤول وأنا اللي هحله. وأنا إيه وأنت إيه يا ود أبوي؟ وفي بين الإخوات أنا وأنت يا رجالة. انتوا بتعملوا إيه؟ لموا لي الموبايلات اللي هناك كلها وتحفظوا لي على المعازيم لحد ما نشوفوا حوار الكمبيالات ده. يلا كلي، ها كلي. نأسف لبشاعة المنظر، انت لساتك طفل صغير. خدوه. ياخدوه على فين؟ دقيقة ما تقلقيش، انا قلبي رحيم، نظرا لان اللي هيحصل هنا دلوك بلس 18 فما ينفعش طفل صغير ورور بريء يشوفها، فانا هاخده يفسحوه في الحقول ويشربوه حاجه ساقعه. قول لي بتحب الايزيموزو كيف؟ بالمانجا. يعجبني مزاجك، خدوه. سيداتي سادتي، ده الخط الجديد بتاع انتاجنا، المزاريطه والصوص، عايزين نجربه عليكم. ده 70%، عايزين نشوف اذا كان سبايسي ولا ما سبايسيش. بالنسبه لي انا شايفه ما سبايسيش. بس ده سبايسي قوي يا اخويا، قال وانا اللي طول عمري بقول ليا في الحراق، بس اخرج من هنا ومش هحط الحراق في بقي ابدا. قالت اخرج من هنا. متفائله الست دي. مين قال لك انك هتخرجي؟ ولو خرجتي مين قال لك انك هتخرجي بلسان؟ انا لسه هشوف اعمل فيكوا ايه. على اساس ايه يعني؟ هي سايبه ولا سايبه؟ وانت هتاذيني وهتطلع منها كده يعني؟ انا ما جيت تجاركم، ده انا بضيفكم. اشرف عمر يا كبير، زود شوي. يا سلام. يزود ايه؟ لا ما تزودش يا اشرف، ما تزودش يا اشرف، ما تزودش. حاضر. ما تزودش يا اخي، انت بتفهم ازاي؟ يا عم احرم عليك بقى بالعذاب اللي احنا فيه ده. عذاب؟ البتاع ده عذابه مش في اكله، عذابه في خروجه. مش فاهمه. ساعتين وهتفهمي. لا انا مش هاكل من الاكل ده تاني، انا همشي من هنا. اقعدي مكانك. ايه يا اشرف؟ عمر يا كبير، الناس هتاكل وشنا، ضيف ضيوفك. يا سلام يا كبير، تؤمر يا كبير. بالراحه يا اشرف، النبي ما تدلقش قوي يا اشرف يعني. ليه كده؟ الجميله دي هتاكل من يدي. القطر رايح فين؟ وكل ده لا يا كبير، مش انا قلت لك على مكان الكمبيالات وجان اخوك راح يجيبها. ده كلام ابن عم حديد، والكلام على كل جمالك يا حد. لما يبقى يمسك الورق ويكلمني ابقى اشوف ايه ده؟ مش ده زوكربيرج بتاع الفيسبوك؟ عيله انترنتيه. مين ده؟ جوني. الو جوني. واه لقيت الكمبيالات. حلو. طيب لا ما تجيش طوالي. روح
على المحكمة الأول، يعني اعمل هناك صحة توقيع، يعني تاخد 40 يوم ولا حاجة. قافلين؟ طب بكرة؟ بكرة الجمعة. طب خلاص يعني أسبوع ولا حاجة ونروح. كده ولا كده الناس قاعدة حدانا وفوق راسنا من فوق، وكل يوم هاكلوا نفس الوقت. لا طيب يا جوني، سلام يا حبيبي. قلبه ابيض جوني. اهو اظن كده تمام، حاجتك وصلت لك، نتكل احنا على الله بقى يا كبير. نتكلوا على الله فين؟ لازم تخلص الوكل كله. مش الكمبيالات، ما خلاص انت عايز مننا ايه تاني يا اخي؟ اعتبر الواجب وصل واحنا مسامحين. لا، ده حساب جوني، انما حساب حرق الدم مين اللي هيدفعها؟ اسمعني زين يا الصوص ده 70% فلفل، حشيع اجيب لك يا اشرف 90%، وكرتونه تانية 100%. كل ده تجربوا عليهم. انا هروح احاسب بتوع الفراشه، عاوز اسمع الوحوحه من هناك، والصحون دي يلحسوها لحس تبقى كيف المرايه. تؤمر يا كبير. السلام عليكم. يا سلام، ده انت تؤمر يا جميل، وهملها لك شطه كمان. يلا ارجع تريح فين.